أكد له المقادير. عندنا 400 مليلتر نتاع البرتقال، عصير البرتقال انا عصرته وصفيته 400 مليلتر. دوك نقيسه لكم بالكاس قداه يجي. 130 غرام نتاع سكر عادي، ها هو نص كاس. عندنا مايزينا اللي هي النشا، درك ثاني نكيلها لكم بالملعقه نشوفوا قداش تجي. وعندنا 50 غرام تاع زبده، تقريبا 3 ملاعق، 50 غرام تاع زبده. نبداو على بركه الله. اول حاجه هي المايزينا، نحطوا المايزينا ملعقه، زوج، 3، 4 معالق مملوءه هي المايزينا، 4 معالق مملوءه. نحطوا بالعقل عصير الليمون تاعنا، عصير البرتقال عفوا، نكيلوه. هذا كاس. نبداو نحطوه بالعقل على مايزينا ونحركو باش نحيو التكتلات تاع مايزينا. نضيفو المتبقي تاع عصير البرتقال، تقريب كاسين، تقريب 2 كيسان، 2 كيسان مع 4 ملاعق معمره اكل نتاع مايزينا. نحركو مليح ومن بعد نحطوه على النار. نحركوه ساعه هو شويه. هاوليكم نحركوه ساعه شويه باش نضيفوا له السكر، باش تروح لنا هذيك التكتلات كامل اللي راهي في قاعه تاع الطاوه الخضراء. نخليوه واحد 5 دقائق ومن بعد نرجعوا لكم ان شاء الله. كيما تبدا تسخن نضيفوا لها الزبده، نقصوا على الغاز والزبده نحكموها، نضيفوها قطع باش تذوب لنا، ما تطولش في الذوبان. الزبده نديروها باش تعطينا لمعان، على هذه نديروا الزبده تعطينا بنه ولمعان. قبل ما نطفيو عليها نحطو، هنا خليت الفانيليا هي الاخرى، عطر الفانيليا. الا عندكم فانيليا في تاع السكر هذيك العاديه حطوها مع الاول مع السكر باش تذوب السكر تاعها، ولا عندكم عطر الفانيليا حطوه مع الاخر. خليو الزبده تذوب وهو يتكاتل ونرجع لكم ان شاء الله. كيما تبدا تتقال نبقاو نحركو ما نحبسوش. نحيها على جنب، نزيد لها السع عطر الفانيليا، هاكم، مع الاستمرار في التحريك. تحركوا يا البنات حتى تعود كي نديروا هكا. شوفوا كيفاش تخلي لي طراس فوق هاي ليكم طابت.
يعني باش تكون كريمه ماشي كريمه سائله. هكا من بعد كيما ترتاح راح تزيد تجمد اكثر واكثر. لازم حنا نسحقوها تكون كريمه جامده. خليوها تبرد ونرجع لكم من بعد ان شاء الله. كيما نطفيو عليها نبقاو نحركوا فيها حتى تبرد، ما نحبسولهاش التحريك، ماشي يعني حتى تبرد 5 دقائق ولا، المهم دقيقتين ولا دقيقتين ونص وانتي راكي تحركي فيها باش ما ديرلناش التكتلات وتبرد. من بعد كي نلقاها بدات تبرد مليح نفرغها في بواطه مونجي. نخبطها هكا مليح، نحط لها غير شويه تاع سكر في الواجهه هكا، مش راح دير لنا هذيك الطبقه هذيك اللي جامده من الفوق فقط. ونحطوها في الثلاجه ونخليوها تبرد ومن بعد نتلاقاو في طريقه التقديم ان شاء الله. خرجته من الثلاجه راهو برد. اول ما نخرجوا من الثلاجه شوفوا معايا البنات، هاوليكم جامد كامل، ما كانش فيه هذيك اللي من الفوق اللي تجي الطبقه، ها هو كامل نفس الطبقه، على خاطرش حطيت له السكر يعني يساعد باش ما ديرش الطبقه فوق الكريمه. نهزو كيما راهو نحطو هنايا، هذه هي الطريقه الجديده، ونضربو ونخفقو بالخفاق، نخفقو ونرجع لكم ان شاء الله. لازم ما تحبسولوش الخفق حتى تولي كامل كريمه كيما كريمه الخفق، مش تطلع لكنها تولي كريمه. نكمل ونرجع لكم ان شاء الله. شوفوا يا البنات شكلها من بعد الخفق تاعها، شوفوا اصبحت كريمه، هاي لكم طلعت اصبحت كريمه. نحضر كلش ونرجع لكم ان شاء الله. درك ناخذ ساكابوش زو طابل هادو نحط فيها هذه، دائما نستعمل انا هذه النجمه تقريبا دائما، هذه اللي مستعمله هنا في الخارج. نحطها في الساكابوش تاعي. ومن بعد ناخذ ملعقه ونحط في الساكابوش تاعي. راكم تشوفوا في القوام تاعها ها كريمه، ما توليش نديرها كيما الفلون. من بعد نوجد الساكابوش تاعي نحطها كيما كريمه الخفق، انا خيرت النجمه، ونبدا نعدل في الكيسان تاعي. نعمر بها الكيسان كامل. هاكم ونزينها. وناخذ الليمون، ناخذ هذه رقيقه نقصها على جهه،
ها عليكم راح تبقى هكا. شوفوا شكلها منا، الشكل تاعها راح تبقى هكا، مش راح تغير الشكل تاعها. كيما راح تزينوا بها راح تبقى هكاك. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم يعجبكم. الى عجبكم ديروا لي لايك، ولا ما كنتوش مشتركين في قناتي اشتركوا فيها، وحنا نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.